في الفيديو هذا باش نعطيك انا كيفاش نتصرف في وقتي باش نجم نقرا ونجيب نوتات باهيه، وفي نفس الوقت نترانا ونتعلم سكيلز ونعمل هوبيز ونقرا كتب ونتعلم حاجات تفيدني في حياتي. تايم مانجمنت تيبس اللي باش نعطيهم لك باش يخليوك تنجم تصرف في وقتك، وهكاك تولي تعمل الحاجات اللي انت تحب تعملهم واللي ما كنتش تعمل فيهم خاطر ما عندكش وقت. اول تيب واهم تيب هي تو ايدنتيفاي يور جولز، خاطر باش تنجم تتصرف في وقتك بالصحيح لازمك تعرف انت شنو تحب تعمل بيه. انسان الجول نتاعو يولي بروفيشنال بوكسر، انسان الجول نتاعو يعمل جو. هذا زوز عباد مختلفين في الجولز نتاعهم، دونك مختلفين في كيفاش يعديو وقتهم. هيك علاش انك تحدد الجولز نتاعك مهم ياسر باش تنجم تتصرف في وقتك. معناتها برا جيب ورقه وستيلو ولا حل دوكيمنت واكتب ليست فيه الجولز نتاعك كل. حاب نعمل استاتيك فيزيك، حاب نتعلم سيلز، حاب نقرا اتوميك هابتس، حاب نجيب 18 معين العام هذا، حاب نجري 10 كيلومتر. اكتب الجولز اللي تحب توصل لهم كل، والليسته تنجم تتبدل، تنجم من غدوه تفيق وكيكه تبطل ما عادش حاب تجيب 18 معدل، وزادت تنجم تفيق ويجيك جول جديد هكاك من حيث لا تعلم. التيب الثانيه هي تو ريموف نون اسينشال اكتيفيتيز. تو انت عندك الجولز نتاعك، اما الاكتيفيتيز اللي تعمل فيهم فما منهم اللي يوصلوا فيك الجولز نتاعك، فما منهم اللي يبعدوا فيك من الجولز نتاعك. تو لازمك تبدا تنظف حياتك، معناتها اي اكتيفيتي مش قاعده توصل فيك للجول نتاعك لازمك تنحيها. مثلا انا عملناه لاحظت لي المشين للجيم قاعد يبعد فيه على الجولز نتاعي، خاطرني قاعد نضيع في برشا وقت باش نمشي للجيم. يا اخي نحيت الجيم وليت نترينا في الدار. زاد في القرايه كنت نمشي لديبيتنج كلوب، وفي اخر العام ما عادش يعملوا في ديبيتس ولا يمشيو غادي يقعدوا يحكي. يا اخي وليت ما عادش نمشي خاطر المشي هيك قاعده تاكل لي في ساعتين ونص من حياتي ومش قاعد توصل فيها للجول نتاعي واللي هو نتعلم بابليك سبيك. لازمك تكون روثلس كي تتعامل مع وقتك، خاطر شويه وخاطر انت كتينيجر عندك بيرسونال جولز وعندك قرايه لازمك تحافظ عليه للماكسيموم. خاطر احنا اكبر مشكله عندنا هي الوقت. واحد يسالك يقول لك شبيك ما تريناش، تقول له تزحتي ما عنديش وقت، كي نهار كامل نقرا كيفاش تعمل نترين. وهيك علاش تفرج في الفيديو هذا باش تحل المشكله اللي عندك ويولي عندك وقت باش تنجم تعيش حياه انترستين، مش هاني قريت روحت كليت سكرولت شويه على الانستغرام ورقدت. التيب الثالثه هي احسن تيب للتايم مانجمنت، واللي هي تو تايم بلوك يور داي. معناها تعمل ديلي بلان وتعمل بلوك نتاع تايم لكل تاسك ولا اكتيفيتي في نهارك. خاطر كي يبدا عندك ديلي بلان تبدا عارف شنو باش تعمل بالضبط، وكي يبدا ما عندكش بلان تبدا معرض للديستراكشنز، واي ديستراكشن تجيك تمشي معها وتقعد هكاك نهار كامل تخسر نهارك كل. تسكرولي شويه على الانستغرام، بعد تفرج شويه على اليوتيوب، بعد تمشي تحكي مع اصحابك، بعد تمشي تقضي وتقعد تعمل هيك في تاسكس ممشي يوصلوا فيك الجولز نتاعك وتخسر نهار كامل هكاك. وراه التايم بلوكينج سهل، غير العباد اول ما تسمع تايم بلوكينج يجي المخ هكا لازم نقوم من 4 تاع الصباح، بعد نجري 7 سوايع، بعد نروح نعمل دوش بارد، بعد نعمل مديتيشن 8 سوايع، وبعد نقرا 17 ساعه. الديلي بلان مش بالضروره يكون معقد. اختار 3 ولا 4 اكتيفيتيز اللي كان تعملهم تقول نهار هذا عديت برودكتيف، وشد الاكتيفيتيز هاكم واعملهم. وفي الوقت اللي ما بيناتهم ولا الوقت اللي يفضلك في النهار اعمل فيه ايش تحب. مثلا انت كان تقرا ساعه تقعد تتعلم في سكيل ساعتين وتترنى ساعه يتعدى لك نهار برودكتيف. انت تقوم الصباح تقرا ساعه تتعلم سكيل ساعتين وبعد العشيه تترنى ساعه. شوف في نهارك هذا في ال 24 ساعه ما قداش فضل لك وقت ما بيناتهم. ساعه ما بين القرايه والانترينمون فضل لك على الاقل 6 سوايع. الوقت هيك تنجم تعمل فيه اللي تحب عليه، اي حاجه تحب تعملها تنجم تعمل في الوقت هيك. شفت كيفاه التايم بلوكينج يعاونك باش تلقى كوقت فاضي ومن بعد انت تقرر شنو تحب تعمل فيه وتعرف تتعامل معاه. التيب الرابعه هي تو سيت باوندريز وذ ديستراكشنز. شفت اي حاجه تشوف فيها ديستراكشن نحيها ولا نقص منها. مثلا المده هذه لاحظت اللي قاعد نضيع فيها ياسر وقت ونتفرج في اليوتيوب اناليتكس. كل ما نكمل حاجه نمشي نحل اليوتيوب زعما اش عمل الفيديو زعما قداش جبت سبسكرايبرز. الديستراكشنز اللي كاين هكا لازمك تنحيهم خاطرهم قاعدين يوصلوك في وقتك من غير ما تشعر. وكي تبدا تعمل تو الديلي بلان نتاعك كل يوم باش تولي تشوف فيهم الاوقات هذوما اللي قاعد تضيع فيهم. هكا باش تشوف الديلي بلان نتاعي بس تقول يا اخي الساعه ايش عملت فيها. جيت تفكر تلقى روحك تفرجت على فيديو يوتيوب هكاك من غير حتى سبب. وهذا مش معناها ما تفرجش في اليوتيوب، عادي تفرج في اليوتيوب، اما ما لازمش تفرج في اليوتيوب على حساب الجولز نتاعك وعلى حساب خدمتك. معناها تقول انت باش نخدم من 9 ل 10 ونجيك 9 ونص نلقاك تفرج في فيديو مستر بيست. لازمك كي تخدم لازمك تعمل ديب فوكس وورك. معناتها مش تبدا تخدم ومن بعد ترجع تحل انستغرام، ولا تخدم بعد تفرج في اليوتيوب بعد ترجع تخدم. هذه مش خدمه، خاطر باش تنتج ساعه خدمه لو كواليتي وباش تخسر وقت كنت تنجم تعمل فيه حاجات اخرى بالرسمي تحب تعملها. مش نسكرول شويه على الانستغرام. معناها شد التاسك اللي تحب تعملها واعملها كان هي لازم تحط تركيزك كل فيها. اعمل ساعه ولا ساعتين هكاك ومن بعد اعمل اللي تحب، خاطرك الساعتين دي بورك اللي عملتهم يساويو 8 سوايع ديستراكتد وورك. التيب الخامسه هي تو ميك تايم فور فان اند جروث. تو انت كيف نحيت الديستراكشنز وليت تعمل ديب وورك تو فضل لك برشا وقت في نهارك. الوقت هيك حط فيه اكتيفيتيز اللي باش يوصلوك الجولز نتاعك واللي تحب تعملهم. مثلا انت في القرايه كان وقتك الفاضي كل ما يجي في المراجعه، تروح من ليسيت وتبدا تراجع.
تو كي وليت نجم تعمل ديب وورك، نجم المراجعه كي تعملها في ديب وورك، هذا فعلا باش تبقى تراجع 5 سوايع ترجع ساعتين، ولا فعلا باش ترجع 3 سوايع ترجع ساعه. وهكاك باش يفضل لك برشا وقت. الوقت هكا نجم تمشي ترينا فيه، نجم تعلم فيه سكيل جديده، نجم تقرا كتاب جديد، نجم تمشي للكلوب، نجم تعمل اي حاجه تحب عليها. وعلاش انك تخصص وقت للاكتيفيتيز هذم حاجه مهمه. الاكتيفيتيز كيما انك تقرا كتاب، تمشي تترينا، تخرج مع اصحابك، تتعلم سكيل جديده، خاطر هذم هما الاكتيفيتيز اللي يزيدوك دايمنشن واحد اخرى في البيرسوناليتي نتاعك، ويردوك انسان انترستينغ اكثر، ويزيدوك حاجات في حياتك. مثال كي تترينا يولي عندك بدنك هيلثي ومزيان، ويولي عندك برشا كونفيدنس. كي تجري يولي عندك اكثر اندورنس واكثر ستامنا. كي تقرا كتاب تتعلم حاجات جديده تفيدك في حياتك. كي تتعلم سكيل جديده تولي كونفيدنت وكيبل اكثر. كي تخرج مع اصحابك تزيد لك قصه للكولكشن نتاعك نتاع القصص، خاطر you are as interesting as the amount of interesting stories you can tell. والاكتيفيتيز هذم خاطرهم يوصلوك للجولز نتاعك، وفي نفس الوقت جو باش يخليوك ديما موتيفيتد وديما برودكتيف، وما يجيكش بيرن اوت. تيب 6 هي تو يوز ديد تايم وايزلي. معناها كي يبدا عندك وقت تنجم تعمل فيه حد شيء، حاول كيفاش تستغل. مثل كي تبدا شد تصف في الكوشه ولا في الاداره، تنجمش تقوم هكا تعمل ديب وورك، ما تجيش. اما شنو تنجم تعمل؟ تنجم مثال تبعث ميساجات مهمين لازمك تبعثهم، تنجم تكتب هكا التاسكس نتاعك اللي كي تروح لازمك تعملها. لازمك ديما تخمم كرييتيفلي باش الوقت هيك اللي ما تنجم تعمل فيه حد شيء تبدا متبلوكي. شوف كيفاش تستغل وباش تعمل حاجات تسهل لك وقتك من بعد. وساعات نبدا ما نفوقيش تليفوني، معناتها بالرسمي ما نجم نعمل حد شيء. وقت نولي نستغل الوقت هيك باش نرتاح مخي وكو، معناتها نبدا واقف هيك ونغزر للدنيا. تيب 7 هي تو بادج سيميلر تاسكس. معناها كي يبدا عندك تاسكس كيف اعملهم كل فرد مره. مثلا انا كي نعمل ريلز على انستغرام، مش كل يوم نعمل ريل ونهبط ريل، نجي مره في الجمعه نعمل ديب وورك ونعمل فيها ريلز تاع جمعه كامله، وهكاك نربح برشا وقت. خاطر كي تعمل تاسك وحده تولي تدخل في فوكس ستيت اسرع واسهل. ومن قلنا كل ما يزيد الفوكس كل ما تربح وقت. دونك في باش نخسر ساعه كل يوم نعمل في ريل، معناتها 7 سوايع في الجمعه، نولي نخسر 4 سوايع كو في الجمعه ونعملهم في صبحيه واحده ويجيو هاي كواليتي، خاطر نعملهم في فوكس ستيت. معناها حاول يوم عندك تاسك كيف لمهم كله وعملهم مره واحده، خاطر باش تربح برشا وقت وباش تنتج خدمه هاي كواليتي. تيب 8 هي تو يوز ذا 2 مينيت رول. 2 مينيت رول تقول لك كان التاسك اللي في مخك تنجم تعملها في دقيقتين ولا اقل، اعملها طول. مثل حط دبوزه ما تبرد باش من بعد تهزها تترينا. هذه تاسك نعملها طول خاطر تتطلب اقل من دقيقتين. الرول هذه باش تعاونك تتخلص من هاك التاسك الصغار اللي كيف يتلموا تولي تدخل مع جاج تعملهم. تيب 9 هي تو ريفلكت اند ادجست ويكلي. معناها كل جمعه شوف الديلي بلانز اللي عملتهم، شوف الاكتيفيتيز اللي عملتهم، وشوف كان فما حاجات لازم تتبدل. اللي انت الجول نتاعك انك تتحسن في القرايه، ولقيت روحك الجمعه هذه عديت برشا وقت تترينا، الجمعه الجايه كي تعمل ديلي بلانز نتاعك نقص في الوقت اللي ترينا فيه، وكل جمعه لازم تراجع روحك، خاطر ديما فما حاجات نجم تصلحها ونجموا يتحسنوا، وهكاك تولي توصل للجولز نتاعك اسرع. هذا هما التيبس اللي عاونوني باش نجم ننظم وقتي افكتفلي. كانك استفدت منهم اعمل سبسكرايب، خاطر متاكد الفيديوهات الجايه باش يفيدوك. وكان فما تيب انت فادتك في حياتك وانا ما قلتش عليها في الفيديو كتبها في كومنت. كاينه تيبس اللي قلتهم لك في الفيديو هذا ما زازوكش وانت تحب تنظم حياتك كومبليتمون، تحب تعمل ديلي بلانز ويكلي بلانز ويرلي بلانز، وتحبك حياتك كلها تكون منظمه. برا شوف الجول جيتر سيستم تاعي في الديسكربشن، وكان عجبك خذه. باي.